Novinha tocar pra treta, firma do podcast, firma do podcast, firma do podcast, firma do PS5 Pro هو نسخة مطورة من PS5 الأصلي، حيث يوفر رسومات أفضل وأداء أسرع وطريقة لعب أكثر سلاسة. وقد تم تصميم PS5 Pro لجعل الألعاب تبدو أكثر واقعية وتشعر بمزيد من الانغماس. وتتمثل إحدى الميزات البارزة في PS5 Pro في وحدة معالجة الرسومات المحدثة. وبعبارات غير تقنية، يعني هذا أن وحدة التحكم يمكنها التعامل مع الصور أكثر تفصيلاً على الشاشة بسرعات أسرع. الأمر أشبه بالترقية من تلفزيون قديم إلى تلفزيون 4K. كل شيء يبدو أكثر وضوحاً ونقاءً. ومقارنة بجهاز PS5 الحالي، يتمتع برو بقوة أكبر بنسبة 67% لتقديم الرسومات، مما يعني أنه يمكنك توقع أوقات تحميل أسرع وطريقة لعب أكثر سلاسة دون تأخير. ويأتي PS5 Pro أيضاً بتقنية تتبع الأشعة المتقدمة. تخيل لعب لعبة حيث يتصرف الضوء والظلال والانعكاسات تماماً كما تفعل في الحياة الواقعية. هذا ما يفعله تتبع الأشعة. مع برو تم تحسين هذه الميزة بشكل أكبر، مما يجعل كل شيء من ظل الشخصية إلى الانعكاس على نافذة السيارة يبدو واقعياً للغاية. كما تم طرح ميزة تعرف بPlayStation Spectral Super Resolution، وهي تعني ببساطة أن PS5 Pro يستخدم الذكاء الاصطناعي لجعل الصور أكثر وضوحاً وتفصيلاً. وسواء كنت تستكشف غابة افتراضية أو تتسابق على مسار مستقبلي، سيبدو كل شيء أكثر واقعية. إذا كنت تمتلك بالفعل ألعاباً من عصر PS4 فأنت محظوظ. يدعم PS5 Pro أكثر من 8500 لعبة PS4 متوافقة مع الإصدارات السابقة، بل إنه يحسن رسوماتها وأدائها. ولن تضطر إلى التخلي عن ألعابك المفضلة القديمة لمجرد حصولك على وحدة تحكم جديدة. وستحصل بعض ألعاب PS5 أيضاً على تحديثات مجانية للاستفادة الكاملة من ميزات برو المحسنة. وإذا كنت من محبي التكنولوجيا، فقد تقدر حقيقة أن PS5 Pro يدعم معدل التحديث المتغير VRR والألعاب بدقة 8K وأحدث تقنية Wi-Fi 7. ويساعد VRR في تجنب تمزق الشاشة أثناء الألعاب السريعة، في حين يعني دعم 8K أنه جاهز للمستقبل للشاشات عالية الدقة للغاية. على الرغم من أن معظم الأشخاص ليس لديهم أجهزة تلفزيون 8K حتى الآن. وسيتم تصحيح العديد من الألعاب الشهيرة، بما في ذلك Marvel's Spider-Man 2 وHorizon Forbidden West وFinal Fantasy 7 Rebirth للاستفادة من قدرات PS5 Pro. وسواء كنت تحب المغامرة والحركة أو السباقات أو ألعاب تقمص الأدوار الخيالية، فستتمكن من تجربتها بأفضل شكل مرئي مع وحدة التحكم الجديدة هذه. وفي الأخير، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.